وقد يكون بالطاعة، وقد يكون بالمال، وقد يكون بالنفس وتعريض النفس للصدام. القتال ضرب من ضروب الجهاد. سنقف في هذه الحلقة مع جهاد نبينا صلى الله عليه وسلم. كان محمد رئيسا للدولة وساهرا على حياة الشعب وحريته، وكان يعاقب الأشخاص الذين يجترحون الجنايات حسب أحوال زمانه وأحوال تلك الجماعات الوحشية التي كان يعيش النبي بين ظهرانيها. الألماني بيرت ليسان تيلر في كتابه الشرقيون وعقائدهم: أول ينبغي أن تعلموا معلومة: غزا النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، يعني المعركة التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وحمل لواءها تسمى غزوة، والتي بعث فيها بعض أصحابه تسمى سرية. غزا في مدة 10 سنوات التي عاشها في المدينة، غزا 27 غزوة. 10 سنوات 27 غزوة. واختلف أهل السير في عدد السرايا والبعوث التي بعثها، ما بين 35 إلى 50 سرية. في كم؟ في 10 سنوات. لأنه الجهاد القتال المسلح والغزوات المسلحة بدأت في المدينة في 10 سنوات. تخيل، الرسول عليه الصلاة والسلام ما ارتاح أبدا. يعني تخيل كان في السنة كم؟ ربما في السنة أكثر من غزوة وأكثر من 10، في بعض السنين أكثر من 10 سرايا. أول هذه الصور في الجهاد أنه غير مفهوم الحرب، جعل الحرب التي كانت لأجل النهب والسلب جعلها حرب مقدسة. هو لا يستعجل القتال، ولكنه يقود الحروب لأجل مصلحة المحاربين. فمن وقف ضد الدعوة أو عاند ومنع انطلاق الإسلام قاتله. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثانيا، قاد جهادا واسعا، وسع مفهوم الجهاد: جهاد الشيطان، جهاد النفس، جهاد الشهوات، جهاد الكلمة، الجهاد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أهجهم وروح القدس معك إن قولك أشد عليهم من نطح النبل. وسع مفهوم الجهاد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: والمجاهد من جاهد نفسه وهواه في ذات الله تعالى. صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وسع مفهوم الجهاد. ثالثا، أعظم جهاد قاده معركة الضمير الإنساني، تحرير العقول وتنقية وتطهير القلوب. ما جاهد لأجل أن يحكم، إنما جاهد من أجل أن يحرر الإنسان من الخرافة والعبودية والخلود إلى الأرض. إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هكذا علم أصحابه الناس. يا سلام يا سلام. جهاده صلى الله عليه وسلم عظيم. من صور الجهاد إذا خرج بنفسه وباشر القتال كان يفعل كأصحابه. يقول أحدهم: أنا علي أن أفعل كذا، أنا علي أن أضرب الخباء. يقول: وأنا علي أن أجمع الحطب. يقول لأصحابه، وكانوا إذا ارتدفوا يعني ترادفوا في بعير، يقول له: خلاص أنت رسول الله، يقسموا على بعير معه 2، يقول: أنت خليك ثابت نحن نتبادل. يقول: ما أنتما بأقوى مني على المشي ولستما بأحرص مني على الأجر. انضرب في يده ودم جرى، قال شنو؟ هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت؟
هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. جهاده عجيب، جهاد بمعنى الكلمة. تخيل، أنا حديك حاجة عجيبة خلاص. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك جيش العسرة سنة 9 هجرية في شهر رجب قبل موته بعام. تخيل لما قاد هذا الجيش مشى مسافة 1000 كيلومتر من المدينة إلى جهة الشام، عمره 62 سنة. نحن العمر 62 سنة نزل المعاش لأنه ما عنده طاقة على العطاء. 62 سنة يقود جيشا لملاقاة الروم خارج أرضه وخارج بقعته التي عهدها الجزيرة العربية إلى بلاد الشام، يخترق كل هذه المسافة. يا سلام، والله رسولنا صلى الله عليه وسلم جاهد، والله تعب، جاهد بلسانه، جاهد بماله، جاهد بنفسه وعرض نفسه للمخاطر، جاهد بقلبه، جاهد بحنكته وإدارته، جاهد بوقته، جاهد براحته. أعطى الجهاد ميزة وأعطى القتال قيم ومزج الحرب بالأخلاق. هذا نبيكم، هذا نبينا، فلنفرح به ولنسعد به. الحمد لله الذي جعلنا من أمته وجعلنا من أتباعه. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من جنده وحزبه المفلحين في الدنيا والآخرة. قولوا آمين. طيب، المطلوب مننا شنو؟ المطلوب مننا أول حاجة نعرف إنما جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. الجهاد بكل معانيه. ينبغي أن نحيي الجهاد فقها وممارسة، دي أهم حاجة. الشيء الثاني، علينا أن نستشعر معاناته صلى الله عليه وسلم وهو يقود المعارك تلو المعارك والحروب تلو الحروب. قال أهل السير: غزا بنفسه 27 غزوة، باشر القتال في 9 غزوات بنفسه، ضرب وضرب وسال دمه. إنه جهاد عظيم. حوربت لم تخضع ولم تخش العدا، من يحمه الرحمن كيف يضامه. بل أقول حياته من أولها إلى آخرها بيتمه والذي حصل له والمشاق والمتاعب في مكة وفي المدينة كلها جهاد. اعذروني أنني في دقائق حاولت أن أختصر جهاد سنين ومعركة ضمير عاش لها النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجمعنا وإياكم بهم في جنات النعيم.